تأهل الهلال بجدارة إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا ليؤكد أنه أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب. وانتصر الهلال السعودي على ضيفه إسباهان الإيراني ب3 أهداف مقابل 1 أمس الخميس في إياب 8 نهائي دوري أبطال آسيا. وكان الهلال قد دخل اللقاء بأفضلية فوزه في مباراة ذهاب ب3 أهداف لهدف، إلا أن ذلك لم يقلل من صعوبة المواجهة. واعتمد الهلال على كافة نجومه مثل المغربي ياسين بونو والبرتغالي نيفيز والبرازيلي مالكوم، إضافة إلى سالم الدوسري والصربي متروفيتش. وانتهى الشوط الأول بالتعادل دون أهداف ليؤجل الحسم إلى النصف الثاني. ووضع إسباهان الضغوط على الهلال بعدما تقدم بالنتيجة بفضل لاعبه أحمد زاد، لكن الفريق السعودي حافظ على هدوئه ليتمكن من قلب النتيجة لصالحه. وأسفر الضغط الهلالي عن طرد يزداني قبل أن يدرك سالم الدوسري التعادل بعدها ب5 دقائق. وأطلق روبين نيفيز تسديدة قوية سكنت شباك الضيوف في الدقيقة 82. ومن ثم أتى الدور على متروفيتش الذي بصم على الهدف الثالث في اللحظات الأخيرة ليؤكد تحقيق فريقه للفوز السابع على التوالي في البطولة أبطال آسيا. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس.